نعطيكم واحد المؤشر اللي يمكن له هو يبين لنا التطور الذي حصل في هذه الأقاليم منذ 50 سنة. هذا المؤشر هو ما يعترف ما يصطلح عليه بالناتج الداخلي الفردي. دابا الاتش سي بي او المندوبيه الساميه للتخطيط كدير احصائيات كتشوف شنو هو كل جهه شحال النسبه ديالها في الناتج الداخلي الخام، مثلا الدار البيضاء 32% الى اخره. قلميم وادنون 1.4% فقط مساهمه الناتج الداخلي ديال قلميم وادنون في الناتج الداخلي الخام الاجمالي الوطني. العيون العيون الساقيه الحمراء 2.1%، الداخله والذهب 1.3%، يعني جمعنا ثلاثه الجهات يلا تقريبا 4.8%. هذا كيعني انه لا زال هناك يعني مجهود، ماشي مجهود، لا يعني بوتنسيال، يعني افاق كبيره للاستفاده من هذه الثروات والمساهمه في هذه الثروات في الناتج الداخلي الخام. ولكن اللي مهم هو اللي بغيت نذكر هو الناتج الداخلي الخام الفردي، ملي كتقسم الناتج الداخلي الخام على كل فرد. بالنسبه في 1980 كان حوالي في هذه الجهتين ديال العيون والداخله حوالي 5000 درهم للسنه لكل فرد. هذا الناتج الداخلي الخام الفردي. الاحصائيات 2023 العيون 69,000.06 درهم، يعني 15 مرة ضعف الناتج الداخلي الفردي. بالنسبة للداخلة الناتج الداخلي الفردي في 2023 89,533 درهم، يعني ضعف 20 مرة في ظرف 50 سنة. وانا ان شاء الله بفضل كل هذه المشاريع وبفضل الرؤية جلالة الملك هذا الناتج الداخلي الخام سوف يتضاعف مرات ومرات ان شاء الله في المستقبل القريب.